تخيلوا الراجل ده فضل عايش في البرميل ده لمدة شهرين ونص. الراجل ده اسمه فيرنر كروجر، وهو عنده 52 سنة، من بلد صغيرة اسمها تولستروم، ودي في جنوب افريقيا. الراجل ده ما حطش رجله على الارض لمدة 78 يوم، وهو قاعد في برميل صغير معلق طوله 25 متر. واللي خلاه عمل كده ان اصدقائه تحدوه لو يقدر يطلع فوق شجرة ويحطم رقم قياسي لأطول مدة مكوس فوق الشجرة. هما كانوا واخدين الموضوع بطريقة مزاح، لكن كروجر وعمل بحث عن أكتر شخص حقق رقم قياسي في المكوس على شجرة، وعرف إن اللي حقق رقم قياسي ده كان راجل إندونيسي قعد 28 يوم فوق الشجرة. لكن أصدقائه اقترحوا عليه بدل الشجرة يقعد فوق برميل مثبت فوق عمود. الرقم القياسي في الوقت ده كان في سنة 1997، عشان كروجر يقرر خلاص إنه يقوم يجهز برميل وعمود في بلده في جنوب أفريقيا، ويقعد جوه البرميل ده لمدة 67 يوم وتحطيم الرقم ده. والغريب انه طول فترة الشهرين ونص دول كانوا اصحابه هم اللي بيشتروا ليه الطعام والشراب، لدرجة ان في مطاعم محلية اتبرعت لكروجر وكانوا بيحطوا له الطعام في سلة وكروجر يسحبها لفوق. اما بالنسبة للفضلات الخاصة بيه كان معمول له نظام تصريف من البرميل للعمود للتصريف الاساسي. بس لحد هنا اتمنى لو عجبك الموضوع ادعمني بلايك واشتراك. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.